بعض الأصوات أن عموته خسر الأردن. نبارك للأردن ولكن لا تقلل من عموته. في مدربين غير عموته وجمال السلامي حققوا نتائج افضل عن اللي نشوفه ابدا. حزني بعض التصريحات من بعض البرامج الأردنية بصراحة، عفوا يعني انتقاد للسلامي أو انتقاد للعموته، عفوا لا، هذا الانتقاد ما نرضى عليه بصراحة. يبقى مدرب عموته أو السلامي من المدربين اللي صنعوا التاريخ مع الأردن، مع احترامي وتقديري لكل الأسماء في الأردن، ولكن هم عملوا نقلة نوعية في الأردن. عموته والسلامي ما نبغي تقليل لو سمحتوا يعني. في مدربين غير عموته وجمال السلامي حققوا نتائج افضل عن اللي نشوفه ابدا لا. طيب ما في، لان كذلك حتى في صعود الاردن طلعت بعض الاصوات ان عموته خسر الاردن، انه ما راح معاهم كاس العالم. يا اخي هذا مكتوب، مكتوب يعني من الله سبحانه وتعالى، ما في مشكله. السلامي موجود، تكمله مشروع الاردن او خط عموته. بالعكس نبارك للأردن ولكن لا تقلل من عموته ولا تقلل من السلامي، بالعكس. هذا منتخب ارتباط مع المدرب كابتن، وانت مدرب طبعا. مدربين مغاربة مشوا بالخط او بالطريق الصحيح مع الأردن، ولأول مرة منتخب الأردن في كأس العالم ومنتخب عربي كذلك لكأس العالم. الأردن اول شيء مبارك للمنتخب الأردني على الصعود لكأس العالم لأول مرة في تاريخه. تميز صراحة من بطولات آسيا واستمراريته في تصفيات كأس العالم والوصول أيضا للنهائيات. هاي تحسب للاتحاد الأردني وأيضا للاعبين والمدرب عراسم أيضا اللي عمل بشكل كبير. يعني أنت اليوم تتكلم مدرب اللي هو جمال السلامي، اليوم أكيد في تواصل وعمل سد الثغرات اللي كان محتاجينها ومشى على نفس النهج. أكيد هذا ما يمن فراغ، عمل استمرارية من المنتخب من وإلى. هاي نقلة أكيد بالنسبة لي. كابتن جمال بالضبط. عموته عمل ما لم يسبق، أكيد. وصول لنهائي كأس آسيا وصيف آسيا وصول نعم. كأس العالم ممتاز. وعمل أيضا نتائج جدا إيجابية في كل المباريات. أكيد. عموته نعم. تحسب أيضا لعموته وتحسب لجمال السلامي. ونقول أكيد المدربين المغاربة صراحة يعني يستحقون الإشادة. نعم. عملهم مميز. بالضبط. كل التوفيق للمدربين المغاربة وكل التوفيق أيضا للمنتخب الأردني اللي شرفنا صراحة، ونتمنى أيضا تميزه في كأس العالم 2026.